مرحبا بكم. درس اليوم هو عمل جدارية بالكولاج. فن الكيلاج هو أحد الأساليب الفنية المتبعة في مجال التشكيل الفني، ويتم من خلال قص ولصق وتركيب الوحدات الشكلية ألف، الصور والأوراق الملونة، الجرائد، الأزرار وغيرها. ما هي الأسس الفنية للدرس؟ الإجابة: التشكيل الجيد. ما هي العناصر الفنية للدرس؟ الإجابة: الوحدات الشكلية، اللون، الملمس. ما هي خطوات العمل؟ الإجابة: الكولاج، الصور، القص، اللصق. ما هي القيم الفنية للدرس؟ الإجابة هي التنوع الشكلي اللوني الملمسي. تعريف المفاهيم الفنية للدرس. التشكيل الجيد هو تحويل الخامة من شكلها الأصلي إلى شكل فني جديد. الوحدات الشكلية هي هيئات متعارف عليها تظهر باللون والملمس في الجدارية. اللون هو صبغة تظهر هيئة الوحدات الشكلية في الجدارية. الملمس هو تأثيرات سطحية تدركها العين لتعطي إحساسا بالنعومة أو الخشونة. التنوع الشكلي اللوني الملمسي هو التغيرات الواضحة بين هيئات الوحدات الشكلية اللونية ذات التأثيرات الملمسي في الجدارية. الخامات اللازمة في عمل جدارية بالكولاج: الجرائد، الصور، الأوراق الملونة، اللصق، الألوان المائية. الآن عزيزي الطالب، قم بتحديد هيئة أو شكل الجدارية: دائرية أو مربعة أو غير منتظمة. اختيار وقطع الوحدات الشكلية من الصور والأوراق الملونة. وضع التصور النهائي من خلال تركيب الوحدات الشكلية. لصق الوحدات الشكلية: قم بتلوين الوحدات الشكلية بالألوان المائية. تنسى تحقيق التنوع الشكلي اللوني الملمسي